السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك. معايا أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وإنتي. اليوم راح نتكلم عن موضوع حلو. إحنا النساء دائما ما نعرف كيف نتكلم عنه أو حتى كيف نطبقه في أرض الواقع. اليوم موضوعنا راح يكون عن الصداقة بالنسبة لي أنا وإنتي. إيش معنى الصداقة بالنسبة للنساء؟ إيش مفهوم الصداقة بالنسبة للنساء؟ وهل الأصدقاء أو تكوين الأصدقاء يصير دائما في عمر مبكر؟ وهل ممكن نحن نحافظ على أصدقائنا وقت طويل جدا لآخر العمر؟ ولا في مرحلة معينة هم يظهروا وفي مرحلة معينة هم يختفوا؟ أول شيء لازم نعرف إنه إحنا النساء بالذات مسألة الصداقة بالنسبة لنا هي مسألة مؤقتة. يعني إحنا دائما عندنا صديقات نعرفهم من أيام الطفولة، لكن مع مرور الأيام ومثلا الانتقال من حي لحي، ممكن الزواج، ممكن الظروف، ممكن الدراسة، تفرق. ولما نتفرقوا اللي بيحصل إيش اللي بيصير إنه تنقطع هذه الصلات، لأنه إحنا تعلمنا إنه أصدقاء لازم يتواصلوا على طول، لازم يقدروا يشوفوا بعض، لازم يقدروا يزوروا بعض. طبعا هذا كان زمان الناس عددهم قليل وما يتحركوا والبيوت صغيرة واهتمامات الناس أساسا قليلة جدا، فبالتالي كانوا يجلسوا في هذه الصداقة وفي هذا الحي عمر كامل. لكن الآن مع الواقع الحديث اللي احنا عايشينه والظروف الجديدة هذه، ما حد يجلس في مكان واحد وقت طويل وينشغل إما بالزواج، إما بالدراسة، إما بالسفر، إما بالهجرة، إما بأي شيء آخر. طيب إذن أصدقاء كيف بيتكونوا؟ في البدايات دائما أصدقاء بيتكونوا من أيام الدراسة، إما كدراسة إما كجيرة وصحبة، وبعدين بيكبروا مع بعض، يروحوا مع بعض المدرسة ويرجعوا مع بعض وبيذاكروا مع بعض وبينجحوا مع بعض، وبعدين ممكن يتزوجوا. لما يصير مرحلة الزواج هنا تبدأ الطرق حقت الصديقات تتقاطع. يعني إيش؟ يعني يبدأوا يتركوا بعض ويخفوا التواصل بينهم، بالذات لو واحدة متزوجة والثانية مو متزوجة، حسب الثقافات عاد. لكن في مجتمع النساء يغلب عليه إنه الواحدة لما تتزوج تترك صديقاتها وتعيش مع زوجها وتندمج في حياة المتزوجات كأنه ما كانت عايشة قبل هذا كله، وكأنها ما كانت تعرف الدنيا أبدا إلا بعد ما تزوجت. وهذا هو المقلب أو المطب اللي هي تقع فيه المرأة أو اللي نقع فيه نحن النساء، لأنه من مجرد الزواج تتخلى عن صديقاتها وما تتعرف عليهم، ويصير الكلام أنه أنا متزوجة وهم مو متزوجين، واهتماماتي مختلفة، وإيش عرفهم هم، وإيش المشاكل، وإيش الصعوبات، وإيش وإيش وإيش. كأنه لازم اليوم أتعرف على صديقتي بس في المشاكل. والحقيقة هو خطأ طبعا هذا الكلام، لأنه بمجرد زواجك هذا ما يعني أنه أنت تلغي صداقاتك، بل بالعكس، أنت اليوم لما تتزوجي أنت محتاجة صديقاتك أكثر من لما كنت غير متزوجة. ليش طيب؟ لأنه في الزواج المرأة أو نحن النساء أنا وإنتي مع الأسف الشديد نندمج تماما مع حياة المتزوجات، وندخل في موضوع الزواج من قلبنا، وننسى نفسنا، وننسى أحلامنا، وننسى طموحاتنا، وننسى كيف كنا، وننسى هواياتنا، ننسى كل شيء. وجود الصديقة في حياتك هذه واستمرارها معاكي حتى بعد الزواج دائما راح يذكرك بمن كنت قبل الزواج. كيف كنت أنت قبل الزواج؟ اليوم لما أجلس مع أي واحدة وأسألها إيش هواياتك، تاخذ تنهيدة طويلة جدا وتقول الله أنا زمان كنت أحب كذا. ليش طيب كنتي؟ ليش ما صرتي؟ يعني ما زلتي؟ ليش ما أنت مستمرة في هذا الشيء؟ تقولي لا، ظروف الحياة تغيرت وصار عندي مسؤوليات ومشاغل وإلى آخره. كأنه الحياة كلها هي ما تبدأ إلا بعد الزواج، وهي الحياة كلها امتداد، والزواج هو يكمل حياتك فقط ورحلتك. المهم نرجع لموضوعنا للصديقات. صديقاتك أنت تحتاجيهم بعد الزواج أكثر مما أنت كنت بحاجتهم قبل الزواج. ومو كل صديقة هي لازم تكون صديقة، يعني في صديقات ينفعوا بالذات بعد الزواج، يعني ينفعوا صديقات يكونوا موجهات وناصحات. يعني هذه الصديقة لما تروحي تشتكي لها تفتحي قلبك لها وانت مطمئنة لها، لما تشتكي لها هي توريك نقاط القوة في شخصيتك، توريك الأشياء الحلوة في حياتك، وتخلي نظرك تركز نظرك بدل ما كان على المشاكل والهموم والغموم، تاخذك كذا في جهة تقول لك تعالي من هنا الاتجاه، من هذا الاتجاه الحياة حلوة.
وتوريك الأشياء الحلوة في حياتك الزوجية وفي صفات زوجك وفي أولادك وفي كل شيء يتعلق بزواجك هذا، فترجع لك ثقتك بنفسك. ليش؟ لأنه هي كانت تعرفك أساسا قبل الزواج، وكانت تعرفك معرفة حقيقية، وتعرف شخصيتك وطبائعك، وأنه الزواج هذا طارئ عليك فقط، فهي بترجعك للشيء اللي أنت تعرفيه في نفسك اللي أنت نسيتيه. وفي صديقات ينفعوا لإيش؟ ينفع بس للضحك والونسة وتوسعة الصدر، يعني ما ينفعوا الأكثر من كذا، لأنه هم أساسا ما يقدروا يتعاملوا مع المشاكل ولا المسؤوليات ولا الحياة الجادة، فتلاقيها زي الفراشة خفيفة. يعني هذه الصديقة لابد أنها تكون موجودة في حياتك عشان توريك أن الحياة ما هي لازم تاخذيها كذا بجدية، وإنك تتعاملي معاها بواحد زائد واحد يساوي 2، ولازم مهمات، ولازم نسوي كذا، وإذا ما سوينا زي كذا ما راح يصير كذا، وإذا ما سويت لأولادي كذا راح يصير كذا، وإذا ما سويت مع زوجي بهذا الشكل ولا تعاملت مع بهذا الشكل راح يصير كذا. هدول الصديقات اللي زي الفراشات هم اللي بيعرفوك إنه ما تاخذي الأشياء بجدية، وخذي الحياة ببساطة، ودائما خلي كلامك يعني بسيط جدا وسهل، ولا تكبري الأمور، وخليكي يعني أكثر رحمة وشفقة على نفسك. هدول لازم يكونوا موجودين من ضمن قائمة الأصدقاء، يعني ما في داعي نحن نحط الأصدقاء كلهم لازم يكونوا بنسق معين. وفي أصدقاء أو صديقات يجوكي كده مع الظروف، أو يتكونوا في حياتك ويتواجدوا في حياتك بسبب الظروف، يعني ما جمعتكم إلا الظروف، إما أنك أنت تزوجتي من رجل وبعدين كونتي صداقات داخل هذه العائلة الجديدة، فدول مع الظروف جو. ودول طبعا الصحيح التعامل معهم لازم يكون دائما إيش؟ بحذر وليس بخوف، وباحترام. الحذر ليش؟ لأنه أنتوا صرتوا الظروف هي اللي جمعتكم، فسبحان الله ممكن هذه الظروف اللي جمعتكم هي نفسها اللي تفرقكم، فما في داعي أن الوحدة ترمي كل اللي في قلبها ولا حملها على هذه الصداقة وتعتمد عليها. فإذا هنا إحنا لازم نقول إيش؟ أنه الصديقات مهمات جدا في الحياة. لكن طيب الآن أنا كيف أعرف أنه هذه الإنسانة تنفع تكون صديقتي ولا ما تنفع تكون صديقتي؟ جواب هذا السؤال ببساطة هو: هل أنت ينفع تكوني صديقة لأي أحد ولا لا؟ يعني أنت قبل ما تسألي هل هي فلانة الفلانية تنفع تكون صديقتي ولا ما تنفع، اسألي نفسك بطريقة عكسية: هل أنا أنفع أكون صديقتها؟ إيش الصفات اللي موجودة فيها إن أنفع أكون فيها صديقة لأي واحدة؟ وبناء على هذه الصفات أنت تبدأي تبحثي عن الصديقة اللي أنت تبحثي عنها. لكن طبعا بصفة عامة، سواء كنت أنت تسألي نفسك هذا السؤال أو تبحثي عنه، من أهم الصفات اللي لازم تتواجد في الصديقة من اسمها لازم يتواجد الصدق، لأن الصدق هو اللي يبنى عليه كل شيء. الصديقة الصادقة هي الصديقة اللي تقدر تحميك، هي الصديقة اللي تقدر توجهك، هي الصديقة اللي تقدر تسعدك، هي الصديقة اللي تكون إضافة في حياتك، هي الصديقة اللي أنت ممكن يعني بإذن الله تعالى بسببها تدخل الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن صفات المتقين يكون الصادق، لأنه الصادق هو الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف ما يحبه الله ويغضبه فيتجنبه. فتخيلي أنت أنه الصدق هي أهم صفة تتواجد في الصديقة. كثير منا نحن النساء نتساهل في موضوع الصدق هذا، وممكن نغض الطرف عنه بعض الأحيان كمان ونقول لا ما هي طيبة قلبها طيب وهي ما تقصد وهي 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 وهي، وننسى موضوع الصدق ونعطيه أي اسم ثاني. عشان كذا دائما نتعرض إلى المشاكل مع هذول الصديقات وما نقدر نحافظ عليها. أنت عارفة إيش معنى أنه تكون صديقتك فيها صفة الصدق، أو أنت كصديقة لأي وحدة يكون فيك صفة الصدق؟ معناها أنه علاقتكم هذه راح تستمر إلى ما شاء الله لها أن تكون، حتى بعد وفاة أي وحدة فيكم بعد عمر طويل صداقتكم هذه راح تستمر إلى ما شاء الله لها أن تكون، وراح تمتد ربما حتى مع أولادكم، حتى مع أزواجكم، حتى مع عائلاتكم. الصدق يحمي من الوقوع في الخيانة، يحمي من الوقوع في الكذب، يحمي من الوقوع في النميمة، يحمي من الوقوع في الغيبة، يحمي من الوقوع في الحسد. الصدق يحفظك أنت وصديقتك، ويحفظ علاقتك فيها، ويحفظ علاقتك بالناس اللي حواليك. الصدق يخليكم دائما تبحثوا عن الطرق التي يحبها الله في هذه العلاقة. الصدق دائما هو اللي يخلي قلوبكم طاهرة من الحقد والحسد والغيرة والتنافس. الصدق دائما يخليكم تنظروا لبعض نظرة محبة وشفقة، وتتعاملوا مع بعض بدون ما تشوف كل واحدة فيكم أنا إيش قدمت في هذه العلاقة، لأنه بعض الأحيان ممكن أنت تكوني أكثر واحدة تقدم في هذه العلاقة،
لكن الصدق اللي عندك والصدق اللي عند صديقتك هو اللي يخليك ما تنظري إنه أنت قاعدة تقدمي شيء، بالعكس أنت بتشوفي إنه أنت بتقدم للعلاقة وليس لها هي. لأنه حتى يعني في الصداقات في مشاكل، في العلاقات هذه اللي نحن نقول عليها الصديقات مثلا في مشاكل معقدة جدا تحدث، لكن إيش اللي يحل هذه المشاكل بدون ما حد يتدخل فيها؟ هو الصدق فقط. صدق النية وصدق التعامل هو اللي يحل هذه الإشكالية وينقذنا من المواقف المحرجة اللي ممكن تكون موجودة فيها. إذن في الصداقة هذه لازم يكون أهم شرط موجود فيها هو الصدق. إذا مو موجود هذه الصفة، أي صفة ثانية لو موجودة هي نتيجة لوجود الصفة الأساسية اللي أنا أبحث عنها. كثير مننا نحن الإنسان نتساهل في موضوع الصدق ونعتمد على أنه إيش، الوحدة قلبها طيب وما تقصد وهي إنسانة بسيطة وما هي معقدة، نركز على هذه الأشياء. هذه السلوكيات هي نتيجة، بس ممكن تكون نتيجة لمفهوم خاطئ أو فكرة خاطئة موجودة في ذهنها، وممكن تكون هذه اللي قلبها طيب لكنها تكون فيها خلينا نقول سوء تصرف، ربما تسيء لهذه العلاقة اللي بيني وبينها والصداقة اللي بيني وبينها فتهدمها وتدمرها بدون ما تدري. طب أنا إيش استفدت الآن من طيبة قلبها؟ عشان كده إحنا قلنا إيش، مو كل صديقة صديقة. الصداقة حتى درجات، في صديقة في الدرجة الأولى، في صديقة في الدرجة الثانية، في صديقة في الدرجة الثالثة، وهذا التقسيم من إيش يجي؟ من الصفات اللي يمتلكوها. لكن طبعا اللي في الدرجة الأولى لازم تكون هي عندها صدق كبير جدا. ممكن أقبل أنا يكون عندي صديقة اليوم في الدرجة الخامسة تكون هي طيبة وبنت حلال وكويسة وكل شيء، لكن هي ما تقدر تقدم في هذه العلاقة أي شيء. لكن أنا فقط أستطيع أن أنا أكون لها صديقة، أكون لها ناصح، أكون لها معين، أكون لها الجانب المشرق من الحياة، أكون لها الشخص اللي لما تشوفه وتتعامل معه تقدر تقول والله لسه الدنيا بخير. فقط أنا اللي أقدم في ذي العلاقة. ممكن يكون عندي هذا النوع من الصديقات، هل أنا ألغيهم مثلا من حياتي؟ لا، لأن هذول ضروري وجودهم في حياتي أنا، وضروري وجودهم أساسا في الحياة. لأنه حتى نحن نستطيع أن نحن نقدم في صداقتنا لازم ينوجدوا هؤلاء الأشخاص اللي احنا نمنحهم كل قلبنا وكل عاطفتنا وكل مشاعرنا، حتى نستطيع أن الله سبحانه وتعالى يجعل في طريقنا من هم أولى بهذه الصداقة. نتوقف لفاصل قصير وبعد كده نرجع ونكمل موضوعنا عن الصداقة بين النساء أو الصداقة في مفهومي أنا وإنتي مع بعض. رجعنا لكم بعد الفاصل. إذن قلنا إحنا أنه مو كل صداقة لازم يكون فيها يعني كلا الطرفين أنه أنا وإنتي نقدم فيها شيء، لا مو لازم. إذا الصديقة هذه مهمة جدا، فمو كل صديقة لازم تعطيني في هذه العلاقة ولازم تزورني ولازم تسألني، لا. لأنه بعض الأحيان من صدق المحبة اللي بين الصديقات مع بعضهم البعض ممكن بالسنة سنتين ما يسألوا عن بعض. هل لما ما يسألوا عن بعضهم البعض معناه هم يعني خلاص نسيوا بعض ولا شيء؟ لا، هم في بال بعضهم البعض لكنهم مشغولين بالدنيا، مشغولين بمشاغلهم، لكنهم دائما يشعروا بالحنين لبعضهم البعض. ولما يتصلوا ويتكلموا كأنهم كل يوم يتكلموا، ما يتغير عندهم شيء، يبدأوا يتكلموا كأنهم يعرفوا بعض، يعني كأنه ما انقطعت علاقتهم. هل هؤلاء الصديقات موجودات؟ نعم موجودات. أنا وإنتي اليوم محتاجين نحن نحافظ على صداقاتنا. نحن محتاجين نشوف صديقاتنا ونتواصل معاهم ونرجع نتكلم معاهم ونسأل عنهم. ربما تكون صديقتي هذه علاقتي فيها أصبحت باردة جدا يعني، فهل أنا لازم أبذل هذه العلاقة؟ لا، لكن لازم أحترم الأيام اللي كنا فيه نحن صديقات. لازم أعطي هذه الأيام حقها، فممكن أسأل عليها لا سمح الله إذا مرضت، وأعزيها إذا صار عزا، وأقف في جانبها إذا احتاجت. يعني ممكن بعض الصديقات والله ما تسأل عليك إلا لما تكون محتاجة. هل أنا أقول عليها والله ما تسأل عني ولا تدورني إلا إذا كانت محتاجة؟ لا، ممكن تكون إنسانة هي بهذا الشكل لكن قلبها طاهر وصادقة هي في هذه المودة والمحبة، وما تسأل أحد ولا تلجأ لأي أحد في الدنيا إلا أنت فقط، لمعرفتها ممكن بطيبة قلبك، بعقلك، بحكمتك، برأيك، بقدرتك على مساعدتها، فما تطرق إلا بابك أنت. فهل معناها أنه أنا والله ما تسأل علي إلا في المشاكل فأنا أردها؟ لا طبعا.
لأنه إذا اليوم إحنا في الصداقة هذه نبغى كل شيء زي الأخذ والعطاء، حنكون إحنا فاهمين موضوع الصداقة بطريقة خاطئة جدا. الصداقة ما هي كده. الصداقة هي أول شيء محبة خالصة، وكل ما تكون المحبة الخالصة هذه لله سبحانه وتعالى فهي حتكون صداقة مباركة محفوظة بإذن الله تعالى. أما الصداقة اللي تكون للدنيا وأهل الدنيا والجو الدنيا ولظروف الدنيا فهي تبقى في الدنيا فقط، لذلك يصير فيها مشاكل. لكن زي ما قلنا إذا كانت الصداقة هذه مع أي وحدة اليوم أنا أتعرف عليها وأتخذها لنفسي صديقة ولا أتخذها لنفسي أخت، زي ما تبغوا سميها، إذا أنا اتخذتها بهذا الشكل معناها لازم أدي حق هذه الصحبة، حق هذه الأخوة، حق هذه الصداقة. والحق واحد هو السؤال، الاطمئنان، تفقد الأحوال، هذا بشكل عام جدا. لكن صديقتي أو أختي هي أولى الناس بهذا الشيء. بس مو معناها أنه أنا لازم كل يوم أتصل عليها كل يوم، لا مو لازم. ومو لازم أساسا أن يكون في بيني وبينها شيء أو مصلحة حتى، لأنه إحنا قلنا أنه أنت محتاجة صديقاتك، أنا محتاجة صديقاتي. إحنا كل ما نكبر تصير عاطفتنا أكثر رقة. لما تكون عاطفتنا أكثر رقة نبحث عن الناس اللي كانوا معانا في الماضي، اللي شاركونا كانوا حياتنا في الماضي زي ما إحنا كنا. نحتاج نحن نشعر بالأمان مع الناس، فما راح نلاقي الأمان هذا اللي إحنا نبحث عنه إلا في الصديقات. الصديقة اللي أكونها اليوم اللي الصديقة القديمة اللي من أحافظ عليها، هدول اللي أنا لازم أشعر معهم بالأمان والاطمئنان. الناس اللي أحب أنهم يشاركوني اليوم أفراحي ويشاركوني تجاربي ويشاركوني مراحل عمري، اللي أخليهم هم يراقبوا حياتي لكن مراقبة المحب اللي ممكن يساعدني بتوجيه ونصيحة وإرشاد. صديقتي هذه أنا هحتاجها كل ما أكبر في العمر، لأنه بكرة أولادي راح يكبروا وينشغلوا ويعيشوا حياتهم. أنا أطالع حياتهم هم وأوقف حياتي بهذا الشكل. هل هذا صحيح؟ لا طبعا. كل واحدة فينا عندها جانب في داخل قلبها أو في مكان في داخل قلبها ما يكبر أبدا وما يشيخ وما يتأثر بالأيام. دائما هذا الجانب يكون موجود لما أنت تشوفي صديقاتك. وجربوا وشوفوا كل اللي حواليك شوفيهم، لما تشوف صديقتها من أيام الطفولة كيف ملامح وجهها تتغير، كيف يكون طريقة كلامها وشعورها بالسعادة والرضا، كيف يكون إحساسها بالطمأنينة والأمان. لأن هي هذه الصديقة رؤيتها يذكرك بالأيام الجميلة البريئة اللي أنت كنت عايشة فيها، ووريك الأيام إيش بتسوي في الناس، وتوريكي كمان أنه الناس الطيبة دائما هي اللي تبقى ودائما هي اللي تستمر معاها. لذلك إحنا محتاجين نحن نكون صداقات جديدة للعمر الجديد، بس هم طبعا ما راح يكونوا في الدرجة الأولى. الصداقات الجديدة هي للمرحلة الجديدة، لأن أنت إنسانة مختلفة الآن. لما أنت كبرتي شوية وتغيرت عليك الظروف أصبح عندك مهارات مختلفة، طاقة مختلفة، علم مختلف، فهم وإدراك للواقع مختلف. فأنت تحتاجي لمرحلتك هذه صديقات جدد يساعدوك أنك أنت تنضجي وتتطوري وتكبري أكبر وأكبر وأكبر. طبعا مو تكبري في العمر، إنما تكبري من خلال المعرفة. صديقاتك القديمات ممكن أو الصداقات القديمة تنفعك في التثبيت نفسك، في أنك أنت تعرفي هل أنت مسارك في الحياة صحيح ولا لا، لأن هدول هم مرآتك. الصداقات القديمة هي عبارة عن مرآة نحن من خلالها نعرف هل نحن ما زلنا كما نحن ولا تغيرنا وتشكلنا وتلوننا مع الحياة المتلونة. ولما نقول تشكلنا وتغيرنا وتلوننا قصدي من الجانب السلبي فقط وليس من الجوانب الإيجابية. لذلك كل مرحلة في العمر لها صداقات مختلفة، وإحنا ما نقدر نحط كل صداقة تتكون عندنا في مرحلة معينة من حياتنا في نفس الإطار ونفس الدرجة ونفس المنزلة ونفس المكانة. صديقتي حقت أيام الطفولة مختلفة تماما عن صديقتي في أيام الجامعة، وصديقتي اللي كونتها أو تعرفت عليها أو صارت بيني وبينها صداقة من أيام ما أنا تزوجت ما هي نفسها هي الصديقة اللي أخذها معايا في حياتي وفي مراحلي كلها دائما وأبدا اللي الجديدة. وهل منزلة الصديقة اللي اليوم تعرفت عليها زي منزلة صديقة من 10 سنين أعرفها؟ لا طبعا. هل ممكن أجمعهم كلهم في مكان واحد؟ ممكن تجمعيهم في قلبك، وممكن يجتمعوا في مكان واحد إذا كان اهتماماتهم واحدة أو رؤيتهم للأشياء واحدة أو يقدروا ينسجموا مع بعض، ما يخالف هذا الشيء. لكن الصداقة مهمة جدا، جزء من عملية التوازن لنا نحن النساء في مشاعرنا وفي عواطفنا هو وجود صديقات من حولنا. جزء من ثقتنا من أنفسنا يتكون من خلال وجود صديقات في حياتنا. جزء من السعادة في حياتنا يتكون فقط لوجود صديقة لي أنا.
إذا عندي أنا صديقة والله في أي يوم من الأيام أرفع خط التليفون أتصل بها وأسمع صوتها وتكلمني ونتكلم مع بعض ونضحك على بعض إيش قاعدين نسوي وكيف صارت الحياة وإيش سوت فينا الدنيا، هذا بحد ذاته سعادة ما بعدها سعادة. واللي عندها صديقات تعرف عن إيش قاعدة تتكلم، واللي ما عندها صديقات أنا أقول لها من اليوم الحقي نفسك وتداركي صديقاتك، لا تخسري صديقاتك القديمات، وحاولي تكوني صداقات جديدة. والآن الحمد لله مع الانفتاح ده كله الواحد يقدر يكون صداقات أونلاين، يعني فالواحدة بتقدر تتعرف مع أي واحدة في أي مكان في الكرة الأرضية وتتواصل معها وتصلها وتكون في أحسن الأحوال معها، ويقدروا يكونوا صديقات دائما وأبدا لآخر يوم في العمر. والله أعرف كثير من الصديقات أو صداقات موجودة بعضهم والله ما شافوا بعض على الإطلاق، فقط إنهم بالتليفون يسألوا عن بعض أو بالمراسلات فقط، لكن هم بعضهم البعض لم يقابلوا ولم يعني يروا وجيه بعضهم البعض. وهذا يدل على الصدق الموجود في كلا الطرفين. لأنه اليوم أنا صديقتي صح إنه لازم أشوفها ولازم أتعرف عليها ولازم، لكن الواقع مختلف جدا. ولازم صديقتي كمان أعرفها بمكانتها عندي ومنزلتها ومحبتي لها، هذا من ألزم اللزوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء واحد من الصحابة قال له إني أحب فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له هل أخبرته؟ قال له لا. قال فاذهب فأخبره. معناها إيش اذهب وأخبره؟ معناها قل له إيش مكانته عندك أو إيش شعورك تجاهه حتى ينسجم معاك، بدل ما يكون زي ما احنا نقول حب من طرف واحد، لا يكون حب من طرفين. لما اليوم انت تعرفي واحدة ان انت تحبيها وانه انت صديقتها او انت اختها، وانه محبتك هذه محبة لله سبحانه وتعالى، وانك حتقدمي في هذه العلاقة ما يلزم ان يقدم فيها وكل لله سبحانه وتعالى، فأنت بترتفعي وترتقي بنفسك في هذه العلاقة إلى مستوى عظيم جدا كما كان عليه السلف الصالح في صحبتهم مع بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصديقات الصادقات، وكما قالت العرب في الأبيات ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منجزة. الدنيا ما فيها خير إذا اليوم ما عندنا إحنا صديقات صادقات. نسأل الله أن يرزقنا الصحبة الطيبة الصالحة المباركة التي تأخذ بأيدينا إلى جنات الخلد. حتى ذلك الوقت ألتقيك بإذن الله في اللقاء القادم، أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.